السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمالية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفطير المشلتت. طبعا كتير بيستصعب موضوع الفطير المشلتت ده، بس هو سهل جدا، هنعمله بطريقة سهلة قوي النهاردة إن شاء الله. طبعا أي بيت فيه دقيق فيه خير، الدقيق في البيت خير ورزق. ويعني اي حاجه ما عندكيش اي حاجه بتقومي تعملي اي حاجه بالدقيق، بيتعمل بيه مليون نوع ومليون صنف وصنف يعني. فدايما كده كانوا امهاتنا بتوع زمان يقولوا لنا الخير اللي في البيت هو الدقيق. في دقيق في بيتك في خير في بيتك في رزق في بيتك. وريحه الخبيز اصلا يعني اي حاجه بتعمليها وبتخبزيها بتدي كده راحه نفسيه، وبتخلي الواحد يعني في مود تاني خالص والله. يلا بينا نبتدي الفيديو. معايا هنا بقى الحلة بتاعت العجان، هنحط فيها. هي الحلة بتاخد كيلو ونص دقيق، احنا هنعمل كيلو يعني هنشيل بقى الكيلو ده كده نعجنه مع نفسنا عشان ما نطولش الفيديو. بسم الله. انا نخلت الدقيق ده، كيلو دقيق حطيته، هحط عليه حوالي نص معلقة صغيرة ملح. هو الدقيق عبارة عن سوري، الفطير عبارة عن دقيق وملح ومية. المية بقى أنا مش هقولك هتحطي قد إيه مية، المية دي على حسب نوع الدقيق. يعني جيبي دقيق متعدد الاستخدامات، أنا جايباه متعدد الاستخدامات، وأنا قلت لكم قبل كده إن أنا بجيب يا الصقر يا المطبخ. يعني أنا مش بثق غير في الاتنين دول. تمام. فأنا أهو هشغل بقى البي ده، معلش اول مره استعمله، لسه جايباه جديد. ويلا بينا نشغله نستعمله ونجربه لاول مره مع بعض. مش عايز تركب ليه؟ تركب. هنركب بقى دي علشان نحط من هنا اللي احنا عايزينه في نفس الوقت ما يبهدلش الدنيا. عايزه بس ايه اشغله بس عشان هنجربه بقى كده. يلا بسم الله. انا بس ايه عاملاه على واحد عشان اخلط الدقيق مع الملح. نحط بقى انا كده حطيت حوالي كوبايه ونزود على 2.
بس شويه، احنا اول مره نجربه، يعني هو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شغال زي الفل اهو معانا. بس ايه، قلت اريح برضو يعني شويه. هي العجينه هي لمت. عايز تتضرب تاني كده. انا شايفاها ان هي لمت اهي، هنوقف بقى. بس انا حاسه ان انا ايه، ان هي بتلزق، يعني حاسه ان هي عايزه شويه دقيق. انا زودت الميه من عليا شويه، هنحط شويه دقيق ونعجن، مش كتير. هي كده خلاص معايا. نشوف بقى. سوري يا جماعه. هي كده خلاص اهي. خلاص هنشيلها بقى. هنفضيها اهي عشان نعمل كيلو التاني، عشان احنا هنعمل 2 كيلو. هروح انا بقى اعمل الكيلو التاني ونرجع. اهي دي كل العجينه، دول 2 كيلو. انا دلوقتي هقرصهم، هحط بقى في الصينيه دي كده، هدهنها زيت اهي، عشان هحط فيها، هرص فيها. لازم ادهن دهنه زيت كويسه كده. تمام كده. اما دهنت بقى الصينيه كده ان انا هرص فيها، ودي بوله صغيره فيها شويه زيت عشان ادهن ايدي زيت وانا بقرص. هتشوفوا معايا وانا بقرصها دلوقتي. ودي زبده سايحه على شويه زيت، يعني انا اهي معلش، زبده على زيت، يعني حوالي تلت كيلو زبده. انا مش عايزه اكتر، لان انا بعملها بالزبده. طبعا السمنه الفلاحي بتخليها تقيله، لكن الزبده بتخليها خفيفه وتحفه، وطبعا بتخليها مورقه. وعليها حوالي نص كوبايه زيت. لو عوزت تاني هبقى اعمل تاني، مش عايزين نهدر يعني. ادهن ايدي كده. اعمل بقى الارضيه. الارضيه دي اللي هي ايه، اللي بنحطها تحت اهي، هنحطها اهي كده. ادي تاني واحده. هما ال2 كيلو ممكن يعملوا معايا 4.
عملت 4. هعمل بقى يعني شايفين يعني قد الليمونة الكبيرة كده. اعملي بقى زي ما انت عايزاها مورقة كتير وحلوة ومظبوطة، يعني من 20 ل25 لو الصينية وسط حلو، لكن لو الصينية كبيرة ممكن تعملي 30 عشان تطلع مورقة معاكي. اهو كده صغير كده. هخلصها بقى، بس ايه انا عايزة اوريكي برضو شوية اهو. هخلصهم وارجع لكم. انا كده خلصتهم اهو كلهم. هسيبهم بقى يريحوا 10 دقايق كده او ربع ساعة. انا دهنت وشهم زيت تمام، وانا معايا برضو الزيت ده اهي سايحة مع السمنة. على فكرة يا جماعة ممكن تعملي بزبدة بس، ممكن تعملي بزيت بس، ممكن تعملي بسمنة اللي هي العادية النباتية دي تعملي بيها بس، تعملي بزيت بس، اللي عندك والمتاح اعملي بيه تمام. يعني هي ممكن تتعمل بأي حاجة. هي المادة الدهنية دي عشان تورق، يعني بتخلي الفطيرة مورقة ماشي. وهنسيبها بقى تريح كده. بقى احنا ريحنا العجينة بتاعتنا ونبتدي بقى. دي كده معلش كمان معلش. اهي هاخدها. انا حاسه ان هي كبيره على الصينيه، نص الصينيه، حاسه ان هي كبيره قد كبيره، فممكن اعمل منها كام واحده كده. انت على حسب الصينيه اللي عندك تمام. اهي افرجي بقى كده. افرجي لما اتقطعت منك ما يهمكيش، مفيش اي مشكله. تجي من جوه على بره، من جوه على بره. هحطها بقى في الصينيه. العجينه كل ما ترتاح كل ما تفرد معاكي، ما تتعبكيش وتلم. مش هتلم معاكي، هتفرد معاكي حلو اهي. دي بقى ايه الارضيه بتاعتها. نحط كده في البوله اللي فيها الزبده والسمنه بتاعتنا. سميناه كده وجمدي قلبك وما تخافيش، مفيش اسهل من الفطير. افرشي. اهي هنحطها ايه هنا.
حطي بقى ايه زي ما انت عايزه. احنا كده عملنا دي تاني واحده. تمام، هي عشان صغيره احنا مش هنكتر، يعني هي الفطيره دي صغيره فمش هنكتر. اهي هكملهم بقى ونرجع مع بعض. بصوا انا كده خلصت، انا حطيت 13 كوره صغيرين، 13 من دول ماشي عشان هي صغيره. هلم بقى كده اهو، لمي كده. تقلبيها كده وسيبيها بقى ايه تريح، ترتاح لحد ما نعمل غيرها. هنعمل غيرها، هنحطها برضو كده ايه في الزبدة وافردي بقى. هنحط كده هتجيبي بقى ايه تقطعي كده من هنا، وهتقطعي من هنا ومن هنا ومن هنا. تمام، هتعملي ايه اهو، هتتني كده وهتتني كده وهتجيبيها كده اهو اهي. الزبدة دي كده كل ما تحطي هتورق معاكي اهي. اهي هنعملها مربعة كده وهنعملها زي الظرف ونلمها. تمام، وهنحطها بقى ايه في الصينية. هنجيب دي بقى كده اهي، احنا كده عملنا طريقتين ماشي، طريقتين سهلين. من جوه كده اطلعي على بره. الحروف كده لما تبقى طحينه كده شيل شيل. وهنتني بقى، نتني كده اهي، وهنتني كده فوقها اهو، وهنركنها. احنا عملنا 3 كده. هعمل التانية دي كده. استنى يا جماعة عشان ايه ما ظبطتش، نظبطها نظبطها بقى. انا فردتها كده، هجيب بقى الظرف اهو واحطه، احط دي عليه كده ودي عليه كده اهي واحد.
ونعمل التاني. نجي بقى كده شدي كده. هجيب الظرف اهو، احط اهو زبدة وفريج. على فكرة العجينة نفسها يا جماعة بتتعجن بالإيد، أنا على طول بعملها بإيدي، بعجن بإيدي، بس أنا عشان جبت العجان فبجربه معاكم. أنا أول مرة استعمله، أنا لسه جايباه يعني، هو جايلي فلسه جايلي، وأنا قلت إيه أجربه معاكم. فأنا كان نفسي أعمل فطير، فقلت أعمل الفطير، إحنا ما عملناهوش مع بعض فنعمله مع بعض. لكن أنا كنت بعجن بإيدي بس للأسف يعني ربنا يعافينا جميعا، يعني عندي مشكلة في إيديا شوية فما بقدرش إن أنا أعجن، بتعب. أهو. تلاقيها عملت معاكي كده شوية، وقفت معاكي شوية، حطي زبدة هتفرد معاكي. الحروف دي بتبقى تخينة كده، افرشي، ما يهمكيش التقطعات دي كلها ولا هتعمل حاجة. كده وهنحطها برضو في صينية ونعملها. أنا عملت واحدة اهي تانية. هتطبقي بقى زي الظرف كده. أنا كده خلصت، طلعوا معايا 6، ربنا يبارك فيهم. أنا كنت عاملة حسابي على 4، بس أنا كنت هعملهم 4 كبار، أنا عملتهم وسط وفي صغير، يعني دي طلعت معايا صغنونة كده حلوة وكتكوتة تمام. فأنا هسيبهم بقى يريحوا ربع ساعة تلت ساعة ونرجع مع بعض تاني. كده هم هيدجوا بقى معايا، ارتاحوا. معلش أنا آسفة. دي أول واحدة عملتها، هاخدها أول واحدة. أنا معايا هنا وش اللبن، قشطة بتاعت وش اللبن أو كريمة لباني، أي حاجة عندك، على شوية الزبدة اللي فضلوا مني،
وهبطط بيها كده. هي عشان مرتاحة كويس هتتفرد معايا اهي. تمام كده، خلاص كده. هحطها بقى في الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة متوسطة. تبقي مسخنة الفرن جامد، يعني أعلى من المتوسطة شوية، لأن هي عايزة الحامي، عايزة الفرن الحامي. هنحطها في الفرن من تحت، ولو احمرت من تحت والوش لسه هنطفي من تحت ونولع من فوق. لو انت فرنك بيولع تحت وفوق اطفي من فوق وخليه شغال من تحت بس. تمام. وهي السخونية ممكن تحمره من تحت ومن فوق مع بعض. ما تحمرش من فوق كفاية، اعملي الشواية، شغلي الشواية. هنعمل مع بعض دي، هنفردها اهي كده. وهنحط القشطة. عايزة تحطي القشطة وتبططي بالقشطة، يعني أنا عملتلك دي وعملتلك دي وانتي لوحدك. اهي كده خلاص. هكمل أنا بقى بقية الكمية، أول ما أطلعهم من الفرن هنرجع مع بعض تاني. معلش أنا عارفة إن الفيديو طول معاكم النهاردة، ودي أول مرة تحصل يعني، بس هو مفيد بجد. دي بقى أول صينية تطلع. أنا بس عايزة إيه، سامعين مقرمشة ازاي؟ بصوا من تحت لونها، بس هي عشان سخنة على ايدي هقطعها لكم بس شوية كده، بس هغطيها عشان تطرى لغاية ما اطلع الباقي. انا كده خلصتهم كلهم بالفطيرة الصغنطوطة دي. سامعين القرمشة؟ بس هي سخنة. دي طبعا عيالي ما سابوهاش، اول واحدة طلعت اهي. انا عايزة اوريكم بس ثواني اهي. اهي شايفين التوريقة؟ شايفين اهي طرية ازاي؟ اهي. يا رب بقى تجربوهم كده بطريقتي، وهي سهلة جدا. البنانيت اللي لسه متجوزين جداد، البنانيت اللي لسه في بيوت ماماتهم وعايزين يتعلموا ويعملوا، موضوع سهل جدا جدا. انا في الاول كنت مستصعباه واتعلمته برضو زيكم من على النت، يعني في ناس كتير بتتعلم من على النت. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله، ويحلي كل حاجة في ايدينا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.